بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم 37 من عمر الفراخ البيضة. دي الأوزان اللي موجودة عندي حاليا. طبعا بالعادة بيكون عندي أوزان أفضل من كده بكتير، بس ده طبعا عشان الحر، فالوزن كده إنه تمام الحمد لله كويس بالنسبة لفصل الصيف، بالنسبة للحرارة العالية اللي احنا فيها. طبعا انا قلت قبل كده ان انا بربي الفراخ دي من غير لا خلية تبريد ولا شفاطات، انا مربياها مع المروحة تربية منزلية. هتكلم معاكم في الفيديو ده عن الطريقة الصحيحة لتقديم القمح كغذاء للفراخ البيضة، وهقول لكم كمان عن طريقة رفع الوزن بين الفراخ البيضة بعد عمر الشهر. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. اول حاجة، ازاي اقدر ان انا احسن وزن الفرخ بعد عمر الشهر؟ في ناس الفراخ عندها توصل شهر والوزن عندها بيكون متأخر عن الطبيعي في عمر الشهر ان الفرخة بيكون وزنها 2 كيلو او كيلو 900 كيلو 800. انا بالعادة بيكون عندي اكتر من 2 كيلو، بيكون عندي 2 و200 و2 و300، بس احنا هنخلينا في المعقول ان هو يكون 2 كيلو 900 كيلو 800. ده الوزن اللي هو بيكون معقول على عمر شهر. طيب في ناس بيبقى الوزن عندها متأخر عن كده، احنا نشوف الوزن متأخر عندنا قد ايه. هو لو متأخر يوم او 2 او 3 عن الطبيعي هنقدر ان احنا نعالجه، انما لو هو متأخر قوي، يعني لما يجي حد يقول الفرخة عندي عن عمر شهر ووزنه كيلو ولا كيلو وربع، فالصراحة ده وزن متأخر قوي. اما ان انت عندك مشكلة في الرعاية، يعني الفرشة، التهوية، الحرارة، في مشكلة في الحاجات دول، او ان في عيب في الكتكوت اللي انت جايب كتكوت فرزة تانية مش كويس، او العلف اللي انت بتأكله الفراخ فيه مشكلة، علف رديء مش كويس. فشوف المشكلة بقى في ايه في الحاجات دهياتي، وخلي بالك منها في دورة تانية. طيب لو انا الوزن متأخر عندي يوم او 2 عن الطبيعي، يعني مش متأخر كتير، يعني مثلا عندي كيلو 700 كيلو 600، هعمل ايه بعد الشهر؟ بشوف الناس بتوصف العسل والخميرة. نعم، احنا بننزل العسل والخميرة فعلا بيرفعوا معانا الوزن، بس نصيحة مني بلاش ان احنا ننزلهم بعد عمر الشهر، لانهم هينشطوا معايا كوليستيريديا وكوكسيديا وهيعملوا عندي اسهالات في الفراخ، وانا في غنى عن اي حاجة ممكن تأخر معايا الوزن. طيب بلاش من العسل والخميرة، مش هننزلهم. هعمل ايه عشان ارفع وزن الفراخ؟ اول حاجة هتشوف المشكلة اللي هي مخرة وزن الفرخ، يعني مثلا في اسهالات في الفراخ هي اللي مأخرة معانا الوزن، فهنعالج الاسهال ده الاول قبل ما نفكر ان احنا نرفع الوزن ازاي. في طمشة، فيه ميكوبلازما او خنفرة في الفراخ، ده طبعا هيأخر معانا الوزن، فاحنا نعالج برضو المشكلة دي، نشوف المشكلة دي ونشوف العلاج المناسب ليها وننزله. وانا عملت فيديو عن علاج الخنفرة والطمشة، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. طيب انا الحمد لله ما عنديش لا اسهالات ولا عنديش لا طمشة ولا حاجة، الوزن برضو عندي متأخر. هنزل ايه؟ انا استبعدت طبعا العسل واستبعدت الخميرة من بعد عمر الشهر. هننزل ايه؟ اول حاجة، الحاجة الوحيدة اللي هترفع معانا الوزن في عمر الفرخ في عمر الشهر، ان الفرخ ياكل كويس، تكون الشهية عنده مفتوحة، يكون احنا عندنا تهوية كويس وفرشة نظيفة. ده بخصوص الرعاية. بخصوص الاكل، ازاي افتح شهية الفراخ على الاكل؟ في الفيديو اللي قبل ده انا قلت على اعشاب، تركيبة اعشاب كده انا عاملاها مع بعض، وباخد منها كل يوم معلقة وبضيفها على علف الفراخ. التركيبة دي كده مع بعض لما الفراخ هتشم ريحتها في الأكل هتفتح نفسها للأكل، وفعلا أنا لما نزلتها فرقت معايا فعلا في السحب، الفراخ سحبت في العلف أكتر من الأول. التركيبة دي تنزل عادي، أنا نزلتها بعد الشهر، بس انتوا ممكن تنزلوها قبل الشهر. ده بالنسبة للأعشاب. طيب بالنسبة للأدوية البيطرية، أنزل إيه لو أنا عايزة حاجة بيطري ترفع معايا الوزن؟ في كيس أنزيمات، في تركيبة عناصر كده متميزة بترفع معانا وزن الفراخ، بتحول أكل الفراخ اللي احنا بنأكله لها اللحم. أنا برضو عملت عليه فيديو موجود هنا على القناة. هنزل منها جرام على اللتر، بتنزل من بعد عمر 20 يوم لحد عمر الذبح او قبل الذبح. طبعا احنا عارفين ان احنا هنوقف الادوية قبل الذبح بفترة، يعني لما الوزن عندنا هيتحسن ونقرر ان احنا نذبح هنوقف اي ادوية على الاقل خالص ب3 ايام قبل ما احنا نذبح. طيب بخصوص القمح، هقدمه بالطريقة الصحيحة اللي نقدم بيها القمح للفراخ كغذاء. هنجيب القمح وهننقعه ليلة كاملة في مية، وبعد كده الصبح هنشيل القمح من المية وهنحطه عندنا في مصفى او في حلة او في كيس بلاستيك، وهنسيبه يوم كامل لحد لما القمح ينبت، تطلع منه كده نبتة زي ما انتوا كده شايفين القمح اهو منبت. النبتة دي، الجنين ده، جنين القمح مفيد للطيور. القمح فيه فوائد
للفراخ هترفع معانا الوزن، وهيساعد كمان في تكوين الريش عند الفرخ. ده غير كمان ان هو مفهوش بروتين كتير، يعني مش هيعمل ضغط على الكلى. طبعا احنا المفروض بننزل علف ناهي 19% في اخر بعد عمر شهر، بس طبعا عشان احنا دلوقتي في الدنيا حر وعلف الناهي هيكون سخن على الفراخ، مش هنقدر ان احنا ننزله. فلما هنضيف القمح على علف الفراخ اللي هو 21%، ده هيقلل معانا البروتين، فبالتالي هيقلل الضغط على الكلى. دي الطريقة الصحيحة اللي احنا ننزل بيها القمح غذاء للفراخ البيضة والفراخ برضو البلدي. انا بنزله بنفس الطريقة دي للابيض وللبلدي. في نهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. تحية طيبة مني لكل المتابعين.